ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين بفيديو اسطوري بس قبل ما نفتح متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده جايين بفيديو هيكون فيديو جامد جدا، وهو فيديو اخيرا نهائي كأس العالم فيفا 2026. طبعا انا للاسف ما لحقتش اعمل فيديو التوقعات بتاع نصف نهائي كاس العالم. عملت بتاع بس بص احنا عملنا كله، عملنا دور المجموعات وعملنا دور 32 ودور 16 وربع النهائي، بس للاسف نسيت اعمل نصف النهائي. النهارده بقى جايين عشان نعمل النهائي بعد ما خلاص اتحدد كل حاجه. فرنسا ضد انجلترا على المركز الثالث والرابع، وفي اخيرا نهائي العالم كله الارجنتين ضد المنتخب الاسباني. فاحنا جايين بقى هنعمل برضو توقعات بعد الفيديو ده ان شاء الله، بكره او بعده او في اي يوم ان شاء الله هنزل فيديو التوقعات كالعاده لماتش النهائي. احنا النهارده جايين بقى في لعبه فوتبول ليجا علشان نلعب ماتش النهائي ده ونشوف هل لعبة فوتبول ليجا هتتوقع صحيح ان مثلا في اللعبة ممكن تتوقع مثلا احنا بنلعب الجيم ان مثلا ممكن الارجنتين تكسب او اسبانيا تكسب، فهل فعلا نفس الحقيقة ولا هيكون مجرد بس توقع عادي؟ فيلا بينا النهاردة نشوف ونلعب النهائي بتاع كاس العالم في لعبة فوتبول ليج 2026. طبعا فرنسا ضد قصدي اسمه ايه انا كنت اقول حاجه دلوقتي، اسبانيا ضد الارجنتين في النهائي. فهنلعب دلوقتي مش عارف والله بقى هل نلعب المركز الثالث والرابع اللي هو فرنسا ضد انجلترا، ولا نلعب على طول اسمه ايه النهائي اسبانيا ضد الارجنتين. فمش عارف نلعب كده ولا كده بجد، بس ممكن نلعب مباراة المركز الثالث والرابع وبعدها النهائي عشان يبقى لعبنا الاثنين وتبقى ايه كده مباراة ممتعة كده. فيلا بينا زي انتم ما شايفين كله تحت السيطرة. هنجيب طيب فرنسا ضد انجلترا. انا عن نفسي هلعب بفرنسا. هنختار الاول نجيب بس الفرق اوروبا ونختار ايه ده مش موجود يا جدعان. عارف والله ازاي مش موجود. انجلترا موجودة اهي، لا فرنسا هي موجودة، انا اللي كنت اعمل ضد بقى مين ضد انجلترا. اهو فيلا بينا نلعب ونشوف مين اللي هياخد البرونزية المركز الثالث ومين هياخد المركز الرابع عالميا. يلا بينا نشوف كل ده طبعا مع بعضينا، وكل ده تحت السيطرة اهو كده كل حاجة تمام. ويلا بينا على المباراة. اكتبولي يا جماعة برضو توقعاتكم تحت، مين اللي توقعوه يكسب وكده طيب هذه هي التشكيلة. اوكي ماشي، حاسس ان كل حاجة تمام عادي، مفيش حاجة مثلا كله تمام. اوكي و 3 2 1 يلا بينا على المباراة. مباراة تحديد المركز الثالث والرابع لكأس العالم فيفا. المباراة على وشك أن تبدأ، نأمل أن نشهد يلا الجمهورين ملوا الشوط الأول جار هنا. و 3 2 1 ابتدت المباراة. رابيو بيديها لدوي، بيديها لديمبلي، يمررها نحو الأمام. أوليسيه اعتراض في الوقت المناسب. يلا يا امبابي، دفاع بشكل مريح. توصل تاني رابيو يديها بالراس، كرة طويلة جميلة، يحتفظ بالكرة بشكل جيد. حلوة هكذا يتم استرداد الاستحواذ. ديمبلي يفشل في الاحتفاظ بالكرة. تسديدة قوية، رنت على القائم، خبطت، كانت هيجي جون دلوقتي. حلو إرسالها بعيدا ولكن خبطت مرة تانية. الأوليسيه لمبابي، يحمل الكرة إلى الأمام. يا له من تصد مذهل، لقد أنقذ الحارس فريقه. يدفعها للأمام،
بلينغهام. تدخل في الوقت المناسب. فقدان الاستحواذ. محاولة تمريرة بينية. تمريرة بينية. الضغط أجبرهم على الخطأ. فقدان الاستحواذ. تمريرة بينية رائعة. قد يتمكن من التسلل خلف الدفاع. الشوط الأول ممتع، كلا الفريقين كانوا عدوانيين في اللعب. حبيب قلبي الآن الشوط الثاني جار. تمريرة بينية جميلة. روح يا مبابي. يا للأسف فقدوا الاستحواذ الآن. انا خايف لانجلترا بعد كل الفرص اللي احنا عملناها دي هي اصلا يفشلوا في الاحتفاظ بالكرة. انا اصلا يا جماعه في العادي ما بشجعش فرنسا يعني عادي. يبحث عن مسار تمرير، عادي ممكن العب بيهم في مركز الثالث والرابع. اوكي. يدفعها للأمام. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. تصدي رائع. حلوة. يلا يا دوي. عاش يا دوي. فقدان الاستحواذ. ركز. لا ما تروحش يفشل في الاحتفاظ بالكرة. مبابي. تسديدة قوية. يا لها من توقعات رائعة من الحارس. يدفعها للأمام. حاول تمريرة بينية. تمريرة بينية. لا 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 لا. ركلة حرة. فاول ولا ايه؟ إنه تبديل. يا جماعة فاول خطيرة. يختار الكرة الطويلة. لا. يمررها نحو الأمام. حلوة يا مبابي. حلوة. تدخل رائع. أوقف لاعبي الخصم الذين كانوا يدفعون للأمام. حلوة يا ابني فاول. يبحثون عن خلق مساحة. روح يا دوي. يلا يا دوي. حسنا، أطلق الحكم الصافرة ولا شيء يفصل بينهما بعد 90 دقيقة. لنذهب إلى الوقت الإضافي وروح للأشواط الإضافية. نتفهم أن التعب قد يبدأ في الظهور. ليلة مرهقة للجميع مع بداية الشوط الأول من الوقت الإضافي. مبابي. عاش يا مبابي. حلوة يا مبابي. وشمالك يا مبابي. دخلت. كانت تسديدة قوية. تصد مدهش من الحارس. كمية فرص بتضيع في العارضة إنها عملية تبديل. الكورة بتاعت فرنسا مش عايزة تدخل الجون، يعني مش عايزة تدخل. سنبدأ اللعب بالتماس. يا رابيو. شوت. تسديدة قوية. الحارس لم يتعرض للضغط. لا المرة دي بصراحة. ينتهي الشوط الأول في الوقت الإضافي. الشوط الأول الإضافي خلص. يلا بينا على الشوط الثاني الإضافي ونشوف ماذا سيحدث. هل يمكنهم التغلب على أرجلهم المتعبة؟ الشوط الثاني من الوقت الإضافي جار الآن. تدخل في الوقت المناسب. الضغط أجبرهم على الخطأ. الله يا ديمبلي. الله يا مبابي. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. قد يتمكن من التسلل خلف الدفاع. لا يا راشفورد. فقدان الاستحواذ. لم يتم تحديد الفائز بعد، ونحن نتجه نحو ركلات الترجيح المرهقة للأعصاب. خلصت الشوط الأول والإضافي والثاني عشان نتوجه لضربات الجزاء. هل فعلا في الحقيقة برضو أروح ضربات الجزاء؟ أنا الحارس. إبعاد من نقطة الجزاء. أول واحد ضيعها راشفورد. إحنا دورنا بقى. يلا يا ديمبلي. ويسجل. الله يا ديمبلي. هل هصدها ولا ايه؟ رنت على القائم. الله. لا بجد اصطدمت بالعارضة. بلينجهام ضيع. امبابي اوعى تضيع يا امبابي. يلا يا امبابي. يا له من تصدي. امبابي ضيع يا جدعان. امبابي. هل ساكا. لا يا ساكا. لا خطأ. ويسجلها ويرجع التعادل 1-1. أوليسي. لا حلوة. عاش أوليسي. عاش. هل ممكن يا ولد يا حارس. انا توقعته. اشوط فين اشوط هنا. رابيو. يلا يا رابيو. مثالية تماما. ورسميا خلاص المباراة خلصت وكسبنا، وكده يبقى
هل فعلا في الحقيقة ده هيحصل وفرنسا هتكسب انجلترا بضربات الجزاء، او يعني هتكسب اصلا يعني في المباراة كلها، ولا التوقع هيكون غلط وانجلترا هي اللي هتفوز؟ دعونا نهنئ الفائزين الذين فازوا بالنصر النهائي بعد ركلات جزاء ودلوقتي صعبة. حالا هتلاقوا برضو المباراة النهائية هتنزل. وبس كده هنشوف التوقع بتاعنا صح ولا لأ. شكرا لكم، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس. بستنى مباراة النهائي واشوفكم في فيديو جديد. سلام.